السلام عليكم. قصتنا النهاردة هنحكيها عن الأهرامات. كل يوم بنعدي الصبح ونقول على الأهرامات إيه الجمال ده، لكن محدش سأل نفسه سؤال: هو إزاي وليه وإمتى وحصل موضوع الأهرامات؟ أنا هحكي لكم الحكاية بس ما تستعجلوش. من أكتر من 4500 سنة كان في ملك اسمه خوفو. قال لك أنا مش هبني قصر ولا هبني معبد، لأ، أنا هسيب للناس لغز يعيش بعدي بآلاف السنين. وقرر إن هو يبني الهرم الأكبر، وفي الوقت ده كان الهرم بيتكون من 2 مليون و300 ألف حجر. أيوة 2 مليون، والحجر الواحد وزنه يصل إلى 70 طن، يعني محتاج أكتر من 40 شخص بس عشان يزقوه. طب انتقل إزاي؟ طب وصل للمكان ده إزاي ومنين؟ واكتشفوا مع الوقت إن الأحجار دي كان بعضها بيجي من أسوان، يعني كان بيسافر ويجيب كل الأطنان دي من أسوان. يعني أنا عايز أفهم إن هو سافر 800 كيلومتر من غير عربيات ولا ونشات ولا طيارات ولا قطرة. والعلماء وقفوا قدام الهرم في الوقت ده وقالوا المبنى ده في حاجة مش طبيعية. كل الجوانب الأربعة متجهة ناحية الجهات الأصلية بنسبة دقيقة، يعني الهرم متجه ناحية الشمال بدقة مش موجودة حاليا إلا في نظام الGPS. في حاجة غريبة جدا برضو في الوقت ده، في قلب الهرم في حجرة اسمها حجرة الملك، ومفيش فيها ولا موميا ولا كنز ولا نقوش، يعني مش مدفون فيها زي ما بيقولوا. وفي ممرات سرية ومواسير بتمتد للسماء. استنى، الأبحاث الحديثة لما استخدموا مساحات حرارية لقوا فراغات ضخمة جوه الهرم، يعني في أوض ما نعرفش عنها حاجة لسه لحد دلوقتي. طب إزاي وليه الأوض دي ما اتفتحتش لحد النهاردة؟ في فرضيات بتقول إن الهرم ما كانش مقبرة، ده كان محطة طاقة بتشتغل بالموجات الكونية، يعني كان بيستخدم الجرانيت والحجر الجيري عشان ينقل الطاقة من الأرض للسماء. وكانوا الفراعنة بيوصلوا بيها لأماكن تانية، يمكن فوق أو يمكن لأبعاد تانية. في عالم اسمه نيكولا تسلا، الراجل ده ما كانش بسيط. الراجل ده قال إني أنا بنيت أبراجي على شكل الهرم عشان أنقل الطاقة اللاسلكية. يعني احنا لسه في القرن العشرين بنقلد اللي اتعمل من آلاف السنين من الفراعنة. وطبعا في بعض الأبحاث وبعض العلماء طلعوا من اليابان وفرنسا قالوا ان الهرم مش ممكن يكون اتبنى في العصر اللي بيقولوا عليه، لأ، لأن التكنولوجيا في الوقت ده ما كانتش ظهرت وما كانتش أصلا في تقدم في أي نوع من أنواع التكنولوجيا. وقالوا إن هم يا إما فاهمين غلط يا إما في حضارة سبقت الفراعنة بمراحل. يعني يا صاحبي نستنتج من الكلام دوت إن في احتمالين: يا إما الفراعنة كانوا عباقرة سابقين الزمن، يا إما في سر أكبر أو حضارة تانية أو علم ضايع وإحنا لحد النهاردة مش لاقيين المفاتيح. لكن خد عندك، اللي بنى الهرم ما كانش مبني مقبرة، ده كان بيبني حاجة لسه بنحاول نفهم، ولحد ما نفهم هيفضل الهرم واقف ساكت بيضحك علينا. وطبعا في رسائل خفية مبعوثة لينا من الفراعنة، لكن لحد دلوقتي احنا مش قادرين نوصل لتفسير ليها. لكن السؤال هنا، ليه يسيبوا حاجة بالحجم ده او بالدقة دي او بالصمت ده من غير ولا كلمة ولا شرح؟ ولا هم كانوا عارفين اننا في يوم من الايام هنقف نبص ونقول يا ترى كان قصدهم ايه؟ عاوزك قبل ما تقفل الفيديو بص على صورتهم وبص على صورتنا وقول لي، احنا تطورنا ولا احنا لسه بنحاول نفك شفرة الحجر؟ وما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كنا معكم في دشمة السرية.